مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا ويتابعونا عبر التردد 103.5، وللي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور خير الدين عبد الرحمن خليل، اختصاصي بأمراض الكلية والأمراض الداخلية، خريج جامعة دمشق مشفى تشرين الجامعي، ماجستير بأمراض الكلية والداخلية. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا هلا استاذ. أهلا وسهلا فيكم. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم واستفساراتكم، أكيد رح نكون مسرورين في اتصالكم على الرقم الأرضي 429 101 أو عبر صفحتي الإذاعة على الفيسبوك راديو بوير وبوير عربي. أي كومنت أو أي سؤال تطرحوه رح نجاوبه. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. بنجدد لقائنا طبعا مع ضيف جديد وحلقة جديدة، وطبعا دائما نتمنى السلامة والصحة لمستمعينا جميعا. شكر خاص لزملائي مروان ومحمد على الكنترول والبث المباشر. اخترنا اليوم هيك موضوع مهم جدا، ربما تكون حالة شائعة يعني نوعا ما، القصور الكلوي الحاد. يا ترى شو هو؟ شو الفرق بينه وبين المزمن؟ شو الأعراض؟ شو الأسباب؟ العلاج؟ والعديد من الأسئلة والمحاور رح نطرحها على ضيفنا الدكتور خير الدين. بالبداية كمدخل لحلقتنا ولقائنا، يا ترى شو هو القصور الكلوي الحاد؟ اولا يعطيك العافيه ومساء الخير مره ثانيه. شكرا. القصور الكلوي الحاد هو عباره عن تدني بوظيفه الكليه بشكل مفاجئ. الفرق طبعا بينه وبين المزمن بيكون تدريجي، الحاد بيكون بشكل مفاجئ. بالمزمن عاده بيصير بعد 3 شهور، اما الحاد بيكون قبل 3 شهور. طبعا في علامات مخبريه ممكن تدلنا اذا حاد ولا مزمن، او مخبريه او شعاعيه. نعم. مثل ما قلنا غالبا الحاد بيكون عكوس، يعني قابل للعكس. احيانا ممكن مثلا في استطبابات بنحتاج فيها جلسات التحاليل الدموي، مم. بس انه بتكون مره مرتين مو اكثر من هيك. اما المزمن اذا وصل الجي اف ار تحت ال 15 راح يضل مدى الحياه على التحال. هي جملة فالفرق هذا الاهم شيء، انه الحاد عكوس. تماما. دكتور كتوضيح أكثر، يعني هلا ذكرت جملة ال 15، الجملة اللي قبلها لا نوسع أو نبسط الشرح للمستمعين ليستفيدوا. إنه الحاد كيف بيكون مثلا؟ هلا عادة الحاد القصة بتكون وصفية، طبعا بغض النظر عن الأسباب، والقصة بتكون وصفية. في ارتفاع بالكرياتين، في ارتفاع البريوريا، في البوتاسيوم، طبعا بالتنتين بتكون موجودة. نعم. في علامات مثل الكالسيوم والفوسفور. الكالسيوم والفوسفور بالحاد بيكونوا طبيعيين، بالمزمن الكالسيوم بينقص، الفوسفور بيرتفع. تماما. هلا كأعراض دائما طبعا في فروقات تانية مثل الحماض الاستقلابي بيكون طبيعي الفجوة بالحاد، عالي الفجوة بالمزمن. بالإيكو بنشوف تميز قشري ليبي جيد بالحاد. مم. اما بالمزمن تضمر الكلية، التميز القشري الليبي بيصير سيء، أها. سماكة القشر بتنقص. طبعا في حالات معينة بتضل فيها طبيعية مثل السكري والنشواني والساركويد، او بالاتش اي في اللي هو تمام. الايدز. الاعراض دائما بالحاد بتكون حاده بشكل كتير شديد. تدني نعم. الوعي بيكون اسرع. ما بنوصل لدرجه الحكي بالحاد بصراحه. الاقياءات بتكون شديده اكثر بكتير. 90% من قصور كلى الحاد بنشوف انقطاع البول او شح البول. تماما. آه، الاعراض بتكون صاخبه بشكل اكثر، ومثل ما تمام. قلنا الحاله بتكون موجهه، انه مثلا دواسام، تجفاف، تماما. مثلا هرس الألم عضلي. مؤشر شيء الألم؟ للاسف القصور الكلوي ما فيه الم، لا أها. الحاد ولا المزمن. هلا دائما نحن كاطباء مرض كليه بنقول صامت. الكليه هو مرض صامت. أها. نحن اطباء الكليه ما بعرف اذا العالم كيف رح تفهمنا. أها. لما المريض بيتوجع بخواصره، أها. يعني نحن كاطباء كليه يعني هو. بناخذ نفس بنقول الحمد لله. أها. يعني حلو. الالم بالنسبه لنا غالبا يا انتان التهاب حويضه وكليه تماما. مثلا بيكون، او مثلا خراج، انه اي سبب تاني غير تمام. القصور الكلوي. أها. ممكن تكون حصيات مثلا. اما القصور الكلوي عاده ما بيكون في الم. مهم. حلو كتير. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر، شكل المريض اللي عم يراجعكم، يا ترى أحيانا بيكونوا موجهين من طبيب آخر مثلا نتيجة محض الصدفة مثلا، أو يعني لو تحكينا عن موضوع الأعراض. هلا عادة
مثل ما تفضلت انه اغلب مرضانا بيكونوا محولين من مرضى تانيين، نعم. مثلا مريض التهاب بنكرياس محول صار معه اختلاط قصور كلوي حاد، نعم. الآلية معروفة طبعا سبب قبل كلوي، او انه الحيز التالي صار فيه مثلا حبن او شيء. نعم. مثلا المريض عنده قصور قلب، أها. بيعمل شيء اسمه متلازمة قلبية كلوية، نعم. طبعا له 5 أنماط ما في داعي نفوت أكيد بتفاصيلها. بتفاصيل. نعم. بس انه بيتحول من طبيب القلبية لعنا مثلا بالعظمية مثلا، اي اي مثلا حالات الرسويه، مثلا صح. الذئبه، الرثياني، هدول بيطوروا احيانا قصور كلويحات. مم. حالات الفاسكولايتس اللي هي التهابات الاوعيه كمان بيتحولوا لعنا، مثلا المريض فجاه شحبول، صح. فبيجوا لعنا. هلا الاعراض مثل ما قلت لك اكثر شيء الشائع هو انقطاع البول تماما. بنسبه 90%. طبعا في قصور كلويحات مع ادرار جيد كمان، دكتور، عم تقصد موضوع انقطاع البول، يعني شح البول، انه ما المريض ما في ما ادرار صفر. في وارد اما ما في احيانا صادر. طبعا بشح البول، نحن بنقول انقطاع البول اذا كان البول اقل من 50 ملي بال 24 ساعه، اما اها. شح البول بيكون بين ال 50 ملي لل 400 ملي. هاي قاعدة يعني. فوق ال تماما. 400 ملي جيد الادرار يعني. حلو كتير. ممكن بهيك حاله مثلا نعطي ايماها او بنشوف سبب القصور يعني اكيد وبنعالجه. بده دراسة طبعا. وامور. دكتور، طيب الاسباب للمستمع عم يسأل حاله، يا ترى ليش بيؤدي لموضوع فشل كلوي، او اذا سميناه كان قصور كلوي حاد؟ هلا الاسباب بشكل عام معروفه للقصور الكلويحات، هن 3 اسباب. سبب فينا نصنفهم يعني سبب قبل كلوي، سبب كلوي، سبب بعد كلوي. نعم. هلا اسهل واحد هو السبب بعد الكلوي، بينشاف مباشره على الايكو، عائق سد الطريق قدام البول، اما مثلا على مستوى الحالبين، مثلا نعم. حصات ثنائيه تجانب طبعا بتكون نادره كتير، مثلا تضيق وصل حويدي حالي بيؤدي الى انسداد، خسره خاصه عند المرضى المنجليين او عند السكرين صار عندهم انتهات كتير، صح. انتهات بيصير عندهم شيء اسمه نخر حليمي، الحليمات من الكليه مباشره بتنزل على الحلب بتسد الحالبين. اها. على الايكو طبعا بنشوفها، بنشوف استسقاء ثنائي الجانب، هيك حاله بنبعته على طبيب الجراحه البوليه مشان موضوع الدبل جي او اها. ازاله العائق يعني. نعم. طبعا اورام الكليه اذا كانت ايضا. مثلا ثنائيه الجانب بيعمل سبب انسدادي، اورام المثانه اذا سدت الفوهتين الحالبتين، الحصيات الكبيره اللي ممكن صح. تسكر عنق عرضه الكوني. المثانه، نادرا حصيات المثانه، عدم وجود الختان مثلا ممكن صح. يعمل، الحصيات مثل ما قلت لك اللي بتسد الإحليل. اها. وطبعا السبب الأشع والأهم هو ضخامة البروستات كمان. عند المسنين بشكل عام. التشوهات الخلقية كمان ما بتندرج دكتور حين؟ هلا التشوهات الخلقية عادة بنشوفها عند الصغار، تمام، اها. نادر ما بنشوفها عند الكبار. مثل تضيق وصل حويدي حالبي احيانا بنشوف بس بنشوف قبل الانتانات البولية بشكل أكثر بكثير. نعم. يعني هي بتعمل قصور كلي بس بآلية، يعني مثل تضيق حويدي حالبي او جزر مثاني حالبي ثنائي الجانب بتعمل قصور كلوي بس مو بالآلية الانسدادية، بتعمل شيء اسمه اعتلال كلية جذري. اها. بتطور مستقبلا للفوكال سيجمنتال، تصلب كبيبات القطع البؤري، بيندرج تحت مسمى الكلوي المنشأ يعني، ايوه. واحد من التهابات الكبد والكلية نحن بنسميها. اها. تماما. طبعا هذه هي الاسباب اللي بعد الكلويه. الاسباب قبل الكلويه بيجينا المريض مثلا متعرق بشكل زائد كتير، عدم شرب السوائل، مهم. آه، مثلا نزوف، اسهالات شديده خاصه ايوه. عند المسنين، الاقياءات بشكل كتير كبير. طبعا المريض بهيك حاله ما بيخبي حاله، مثلا الثانيه الجلديه بتكون صح. واضحه، من جس النبض بنشوف النبض غير ممتلئ، ايوه. في شيء اسمه الارتفاع انخفاض الضغط عفوا، اها. خاصه الانتصابي، بنخبر المريض يا اذا كان سطح بيقعد او اذا كان قاعد بنوقفه وبنقيس ايوه. الضغط، بنشوف انخفاض الضغط، ارتفاع النبض، هدول كلهم بيؤدوا الى يعني بيوجهونا انه هذا السبب قبل الكلوي. طبعا في اساليب تانية مثل ايكو الاجوف، بنشوف الاي في سي، اها. بنقدر قطر الاجوف، اذا كان منخمص فهذا دليل انه المريض تشفى فيه. اذا قبل مثلا بالعنايه كان مريض عنايه، وغالبا هدول المرضى انه خاصه المسنين بيفوتوا على العنايه بانخفاض الضغط، بس نركب قسطره السنترال لاين ايوه. ممكن نقيس السي في بي، بنأكد التشخيص بهالحالة. بس يعني هذا المريض ما بيخبي حاله. الأسباب الكلوية وهي الأهم هي اللي يعني بتخلي طبيب الكلية ياخذ نفس عميق كتير، لأنه أسبابها كتيرة وكتير صعب إنه تعرف شو سببها. هلا لها 4 أسباب: الوعائية، الخلالية، الأنبوبية، الكبية. اها. هلا الأهم من كل هدول هن الكبية، مثل تنازل النفروزي، مثل التهابات الكبد والكلية بأنواعها الشائعة. التهابات الأوعية بشكل عام ممكن تعمل أزية الوعائية الكلوية.
مثل مثلا ارتفاع توتر الشرياني بيعمل تصلب بالكبب. الداء السكري مثلا بيعمل ارتفاع ضغط داخل الكبب بيتصلبها شوي شوي. طبعا مع مرور الوقت عادة بعد 10 سنين بنشوف الارتفاع بالقيم الكرياتين، بس الأذية بتكون بمجرد صار مع المريض السكري بتبلش الأذية. ايوه. بيتضخم مباشرة النفرون، ببلش بعد شي 3 4 سنين بتبلش البلية الألبومينية. طبعا الأسباب الشائعة خاصة بالمشفى، يعني مريض طور قصور كلوي حاد بالمشفى غالبا بنفكر بالأسباب الأنبوبية. طبعا كلوي المنشأ بنحكي بالأسباب الأنبوبية. مريض أخذ دواء سام للكلية مثلا مثل الأميكاسيل مثل الانسيتس نحن بنسميها الديكلون. ايوه. آه مضادات الالتهاب غير الستروئيديه مثلا. الديكلون دائما، يعني الديكلون واحد من أسوأ الأدوية بالنسبة للكلية. طبعا مو معناها إنه أي مريض بياخذ ديكلون بيصير معه هيك شيء، نعم. يعني بنراعي مضادات الاستطباب تبعها وبنشوف. في استطبابات حقيقية حتى كلوية المشا مثل القولنج الكلوي. نعم. الاستطباب الأول هو الانسيتس. طبعا في دراسات بتقول المورفينات، بس الانسيتس لهلا أثبتت فعاليتها. النخر بيعمل شيء اسمه مثل ما قلنا acute tubular necrosis اللي هو ال ATN، النخر الانبوبي الحاد. تمام. طبعا علاجه كمان شوي صعب، بس شوي انه صعب. بيتعالج، وعاطى المريض بيحتاج جلسة جلستين تحال. تمام. بنوجه تحية لمستمعينا للي عم يسمعونا. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور خير الدين عبد الرحمن خليل، اختصاصي بأمراض الكلية والداخلية. طبعا للي عم يشاهدونا ايضا بنوجه لهم تحية، وتحية الخاصة للدكتور عبد الحليم علي عم يشاهدنا، وبعد سلامات كمان ايضا. بنوجه تحية لكل مين عم يشاهدنا ويسمعنا، ونحن مسرورين جدا لما بتأغنوا لقائنا بأسئلتكم. نحن هيك ماشيين بسرد المحاور اللي نحن هيك مختارينها. دكتور، عوامل الخطورة هلا ضمن حديثكم ذكرت مواضيع مهمة كتير. هل عامل الخطورة لشو ممكن يؤدي القصور الكلوي الحاد؟ هلا اهم شيء بعوامل الخطوره هن الامراض ممكن على المزمنه. المايك مثلا دكتور. المريض داء سكري مثلا، نعم. مثلا نحتاج لقسطره قلبيه، هذا عامل خطوره كتير كبير. العمر الكبير مثلا، المسنين مثلا نعم. الكبار بالعمر، هذول بيكونوا عوامل الخطوره عندهم شوي عاليه. مريض الضغط مثلا واحتاج مثلا لقسطره قلبيه، يحتاج لعمل جراحي، يحتاج يعني اي شيء بيأذي الكلية ممكن نحن يعني بنصنفه تحت العوامل الخطورة العالية. بهيك حالة ممكن نعطي إيماها مثلا قبل الإجراء وبعد الإجراء مع إعطاء الإناسيتيل. أحيانا في ممكن نعطي بيكربونات الصوديوم، طبعا حسب وزن المريض بنقدر. عوامل الخطورة مثل ما قلنا ضخامة البروستات ممكن تشكل عامل خطورة. المرضى في عنا مرضى للأسف يعني إنه ما بيحبوا المي صح. فبيكونوا يعني بنرغمهم على السوائل، على شرب صح. السوائل. نعم. فهدول بيعتبروا عامل خطورة كتير كبير. تمام. بس أهم عامل خطورة أنا دائما بشوفه مريض الكانسر والمريض السكري. مهم. نعم. هدول عوامل خطورة كتير شديدة. نعم. مريض السكري يعني أي إجراء بيعمله، أي دواء بياخده إنه مؤذي للكلية، غالبا رح يفوت باختلاط كلوي تماما. غالبا. وعنده عتبة الألم أكيد. طبعا بتكون. طبعا يعني حقيقة أنا من محبي المي دكتور. ما بعرف إذا المستمعين كمان برافو للي عليك، وإن شاء الله يعني لكل العالم بتصير أكيد هيك يعني. هاي هلا بعد شوي أكيد الدكتور رح يوجه توصيات للمرضى. أكيد رح نختم لقاءنا دائما بتوصيات مهمة كتير. وأنا بعتبر حالي من عشاق المي وبشرب المي من يعني إذا إن شاء الله بعد عن موضوع الفشل إن شاء الكلوي إن الله. شاء الله. دكتور، مرضاكم بشكل عام على شو بتعتمدوا بالإجراءات التشخيصية، وبتحديد اليوم موضوعنا اللي عم اخترناه مرضى القصور الكلوي الحاد، شو اللي بيلزمكم من إجراءات؟ هلا مثل ما قلنا اهم شيء خلص اكتشفنا القصور حاد، مثلا شفنا الخضاب طبيعي، شفنا نعم. الكالسيوم طبيعي، شفنا الفوسفور طبيعي، هذا ما له مزمن. شفنا على الايكول تميز القشر الليبي جيد، ضخامه جيده، كل شيء جيد. توجهنا لقصور كلوي حاد، والقصه بتكون مفسره مثل ما حكينا. بندور على الاسباب قبل الكلويه وبعد الكلويه والكلويه. هلا اهم يعني اسهل واحد هو اللي بعد الكلوي. بنعمل ايكو للكليتين وبنشوف اذا ما في استسقاء غالبا السبب ماله بعد كلوي. طبعا اذا ما في اسر بولي كمان نعم. بنشوف المثانه. احيانا في مرضى مثلا ضخامه البروستات بيعملوا اسر بولي حتى بيوصل لمرحله انه يكون في بالمثانه لتر كامل تبول نعم. البول، فبنركب ببساطه قسطره بوليه بيمشي الحال. مهم. نفينا الاسباب بعد الكلويه، بنروح على الاسباب قبل الكلويه. احيانا في توصيات بتقول انه دائما اي مريض تعطيه لتر سوائل. طبعا انا ضد هالشيء. ممكن يكون اجى المريض مثلا يكون تحت وزمه رئه، اذا بتعطيه لتر
مثلا سيروم ملحي او غرواني ممكن مباشره يفوت بوزمه رئه ولا سمح الله تنزل الاكسجه ونفقد المريض ما نوصل للتحاليل الدموي يعني. في اجراءات سهله يعني الضغط الشرياني مثل ما حكينا، النبض، مثلا نشوف على الايكو الاجوف، الثنيه الجلديه كلها بتدل على الاسباب قبل الكلويه. طبعا الاسباب قبل الكلويه علاجها كتير سهل، سيرومات بشكل بسيط. بنقدر وزن المريض بنضربها تقريبا ب 30 او 40 بيعطينا الناتج اللي لازم نعطيه للمريض، وبيستجيب المريض عادة خلال يوم او يومين يعني مو اكثر من هيك. طبعا اذا تاخر المريض بالجاي وصار انقطاع بول ممكن يطور النخل الانبوبي حاد. بهيك حاله بنعبي السرير الوعائي، ما استجاب المريض بنروح على السبب الكلوي اللي هو نخل الانبوبي الحاد. هلا الاسباب الكلويه كثير صعب تشخيصها، عاده نحن بنتوجه سريريا للمريض. يعني مريض اخذ اميكاسين بنتوجه لمثلا التهاب كليه خلالي او النخل الانبوبي حاد. مريض اخذ الانسيتس مضادات الالتهاب اللاستيلوئيدي بنتوجه نفس الشيء. مريض اخذ ماده ظليله ممكن نتوجه لسبب قبل كلوي او لنخل انبوبي. هذول كلهم يعني بيوجهونا للحاله. الامراض الكبيه مثلا كثير صعب تشخيصها بدون تحاليل، احيانا ممكن نحتاج لخزعه الكليه. مثلا بنعمل فحص بول او نحن بنسميها بروتين كرياتينين راشيو، بي سي ار. بنشوف نسبه البروتين على الكرياتينين، بنشوف البديل البروتينيه، بنشوف البديل الدمويه بفحص البول، بنتاكد المريض اذا عنده تنازل كبي ولا لا. المرضى اللي بيكون عندهم انقطاع بول ممكن نخزع الكليه مباشره لنعرف شو المرض. ممكن يكون مثلا فاسكولايتس. للاسف مو كل امراض الكليه ممكن تكتشف بالتحاليل. هلا في تحليل اسمه السيتلات المتممه بيدلنا شوي. مثلا السيتلات اذا كانت نازله بيدلنا اما على اللوبس او على المنمي التهاب كبد الكليه منمي غشائي النمط الاول، او بيدلنا على التهاب كبد الكليه تالي للالتهاب العقديات. هذول المرضى اللي بيجوا مثلا التهاب لوزات صح. بعد 14 يوم بيصير عندهم بيله دمويه صح. هذول بيطوروا قصور كلوي حاد، عاده بيستجيبوا بعد اسبوع. بنعطيهم مثلا كورتيزون، احيانا ممكن ما نعطيهم الكورتيزون كمان على العلاج العرضي ممكن يمشي الحال. بهيك حاله خزعه الكليه بتكون كتير ضروريه. في تحاليل مثلا الانكا الانتي دي ان بيوجهونا مثلا الالتهابات الاوعيه او مثلا الذئبه. فبهيك حالات بنشوف مثلا مريض عنده جوجرين، هدول بيوجهنا مريض عنده رثياني. هاي بشكل عام التحاليل تماما، وغالبا بهيك حالات بنحتاج لخزعه الكليه. تمام دكتور. المرضى الفئات العمرية، هلا ضمن حديثكم من شوي حكيتوا انه موضوع في الاطفال اللي بيبين عليهم او تكون في تشوهات خلقية او ولادية، الفئات العمرية اللي ممكن تنصاب بالقصور الكلوي الحاد. هلا اهم فئة بتنصاب بالقصور الكلوي الحاد طبعا اذا نفينا التهابات الكبد والكلية مثلا. نعم. اكثر الفئات هي اللي بتنصاب هي المسنين. نعم. يعني نحن دائما نقول اي شو السبب او اقياء عنده مسن دائما بمرور الزمن في نفرونات بتتصلب. يعني بكل عند الولادة كل كلية فيها تقريبا 1,000,000 نفرون. النفرون هو عضو نبيل لا يتجدد. نعم. الأنابيب ممكن تتجدد بس أما النفرون الكبد الكلوي بحد ذاتها ما بتتجدد أبدا. مع مرور الزمن هاي النفرونات بتتصلب شوي شوي. أيوة. فعند المسنين وخاصة مثل ما قلنا اللي عنده سكري أو ضغط أو ضخامة بروستات أو فاسكولايتس أو أي مرض تاني مزمن، أي إسهال خفيف أو أي إقياء ممكن يعمل قصور كلوي حاد تشفى فيه. برأيي إنه المسنين هن الأشيع يعني. هلا عادة عند بين أعمار بين 20 ل50 بنتوجه دائما لالتهابات الكبد والكلية. الأصغر من هيك بنتوجه للأسباب التشريحية اللي هن مثلا تضيق وصل حويدي حالبي ثنائي الجانب، جزر مثاني حالبي. هي هن بشكل عام الأسباب، بس أشع شيء عند المسنين. تمام. بنوجه تحية للأطباء اللي عم يشاهدونا، منهم دكتور فرياد اللي تستاهلوا حقيقة 5 نجوم بمتابعتكم لنا. أيضا دكتور ينال سعيد تحية لك، ورح نوجه سؤاله للدكتور الضيف الدكتور خير الدين. الدكتور ينال سعيد عم يسأل اختصاصي أمراض عصبية. تحياتي للدكتور خير الدين والأستاذ عماد. حابب أسأل الدكتور عن وقت اللازم للكلية عديدة الكويسات لتسبب قصور الكلية، ومدى ترافق هذا المرض مع أمهات الدم الدماغية. سؤال وجيه. سؤال جيد جدا موجه يعني من طبيب أكيد يعني. طبعا وهذا السؤال يعني موضوع الكلية عديدة كيسات موضوع كتير مهم. طبعا الكلية عديدة كيسات صعب كتير تعمل قصور كلوي حاد
بس مؤهبة طبعا. لو هي بتعمل نبسطها قصور كلوي للمستمعين مزمن. دكتور، يعني هيك لو نبسط هالسؤال هذا للمستمعين. تمام. هلا مم. الموضوع الكلية عديد كيسات هو موضوع وراثي بحت. تمام. نعم. هو السبب الاساسي هو خلل جيني بيؤدي الى تشكل كيسات في الكليتين. طبعا نعم. مستحيل تكون كلية واحدة. الى نمطين، نمط اول بيأثر على الصبغي الرابع، الثاني على الصبغي 16. النمط الاول عادة بيوصل المريض بيوصل للقصور كلوي بعمر ال50 لل55. نعم. النمط الثاني بيوصل بعمر ال70 لل75. اها. هذا اكثر شيء بيوجهنا. طبعا الدراسه الجينيه بهيك حاله هي اللي بتاكد التشخيص. للاسف بسوريا ما في الدراسه الجينيه. هلا نعم. باوروبا صار في هيك شيء. اي مثلا ذكر وانثى تزوجوا، واحد منهم معه كلية عدة كيسات، اي طفل بيصير مثلا عمره 10 سنين بيعملوا دراسه جينيه ليتاكدوا انه هذا الطفل اخذ حامل الجينات ولا لا، انه نعم. حامل للمرض ام لا. هلا نحن برايي ابسط من هيك. بعمر 30 سنه بنعمل الايكو للكليتين. ايوه. هلا بعمر 30 تحت 30 اذا كان في كيستين بالكليتين يعني فينا نتوجه للمرض. بعمر 30 ل 60 لازم تكون في كيستين بكل كليه. ايوه. بعد عمر ال 60 اربع كيسات بكل كليه ليأكد التشخيص. طبعا مع القصة العائلية الإيجابية. هلا الكلية عدة كيسات السبب الأساسي اللي إنه بتعمل قصور كلوي مزمن هي السبب الميكانيكي البحت. أيوة. إنه بتضغط على البرانشيم الكلوي وبتضغط على النفرون والأنابيب، فبتعمل وزمة، بتعمل ضمور بالأنابيب. مثل ما قلنا بعمر ال50 لل55 عادة بيكون النمط الأول مشان سؤال الدكتور. نعم. 70 لل75 بيكون النمط الثاني. الترافق مع الأمهات الدم بصراحة هذا موضوع كتير 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 مهم. هلا أي قصة عائلية إيجابية أو قصة عائلية، قصة شخصية إيجابية عند مريض استطباب إنه نعمل طبقي أو مرنان حتى نعم. كل سنة مشان نتأكد. هلا موضوع الترافق عادة فينا نقول 20 ل 30% من مرضى الكلى عدة كيسات بيترافقوا مع أمهات الدم الدماغية. طبعا في اختلاطات تانية مثل الرتوج الكولونية، هدول بيعملوا التهابات بعد زرع الكلية. طبعا مريض الكلى عدة كيسات ما له مضاد استطباب للزرع أبدا، يعني فيه يعمل زرع كلية ايمت ما كان. بس طبعا في إجراءات تانية له مثل استئصال الكلية مشان فسح المجال للكلية المزروعة. ترافقها بالامهات الدم مثل ما قلنا 20 ل 30%. طبعا ممكن تتمزق وخاصه على جلسات التحال لانه بنعطي هيبارين على الجلسه مشان ما يتخسر الدم. هلا المريض اللي بيصير عنده امهات دم ممكن نخفض جرعه الهيبارين ايوه. مشان الجلسه، او مثلا ممكن نقلبه على الجليكسان. نحن بنعطي 18 وحده لكل كيلو، ممكن مثلا نوصلها لل10 او لل9 لكل كيلو مشان امهات الدم. طبعا اي عرض عصبي مباشره بنعمل طبقي او مرنان مثل ما قلنا لنأكد اذا في نزف ولا لا. ممكن هي الامهات الدم ممكن تتمزق مباشرة. إذا تمزقت بصير شغلة جراحة عصبية، بيصير في تدني وعي. أحيانا ممكن جلاسكو يوصل ل3 أعراض عصبية. ممكن يجي المريض بخزل شقي بس بالعامية بيسموها الفالج، يعني نعم. النصفي بيكون. نعم. آه، بكون خطورة كتير عالية للتمزق بهيك حالات، وخاصة عند مرضى التحال. تمام. عادة ما بنشوف التمزق قبل التحال يعني تمام. عادة، إلا إذا كان في رض. بنوجه تحية مرة تانية لكل اللي عم يشاهدونا واللي عم يسمعونا. سلاماتكم بتوصلنا. طبعا في الأخ حجي كاتب موضوع إنه لو سمحت دكتور، المتة بتنفع للكلية؟ شو هو؟ المتة بتنفع المتة. للكلية؟ المتة سؤال دائما عامة الناس. انا كنت بمشفى تشرين الجامعي وكنت بتعرض دائما لهالسؤال. هلا نعم. المتة دائما فيني اقول لك لا تنفع ولا تضر. هلا هي عبارة عن سائل. نعم. فانا برايي انه تنفع. هي ما بتضر ابدا ابدا، بس بتنفع انه سائل وارد ببساطة وأكيد يعني. حلو كتير. دكتور بنختم. طبعا نحن وصلنا، أو بالأحرى وصلنا لموضوع العلاج. العلاج كيف بيكون؟ شكل العلاج، طريقة العلاج. هلا مثل ما قلنا نحن كاطباء كليه دائما بنحاول نعالج السبب مع دائما التفكير بالتحال. نعم. المريض يحتاج لتحال ولا لا. دائما في مفهوم خاطئ انه اي مريض كليه صار معه قصور كلوي كرياتين صار 2 2.5 3 مباشره بيقولوا هلا بدنا نغسل. ما في هيك شيء. في استطبابات معينه. طبعا نحن عم نحكي عن القصور الكلوي الحاد. نعم. هلا بالقصور الكلوي المزمن خلينا نشرحها. اول شيء في 5 مراحل للقصور الكلوي المزمن. نعم. جي اف ار بين فوق ال90. طبعا فوق ال90 هو الطبيعي، بس مع اذيه مخبريه او شعاعيه مثل كليه عدة كيسات، مثل مريض السكري، مثل بيلي دمويه، مثل بيلي بروتينيه. هذول بيعتبروا قصور كلوي درجه اولى. جي اف ار بين 60 ل 90 درجه ثانيه، 30 ل 60 درجه ثالثه، 15 ل 30 رابعه. تحت ال 15 نحن بنسميها الاند ستيج او المرحله الانتهائيه. تحت ال 15 نحن دائما بنبلش بالتحال. طبعا بنعمل فيستولا بالمشاركه مع اطباء زملاء اطباء الجراحه الاوعيه. بنعمل فيستولا اما مرفقيه او على الكعبري مثلا. نحن بنفضل دائما الكعبري مشان ما يفقد المريض، بيكون عنده امل دائما فوق.
بنعملها وعادة بعد شهر ونص بتشتغل وبنبلش بجلسات تحال. جي اف ار صار تحت ال 15 بنبلش بجلسات تحال، وبهيك حالة بتكون دائمة. اما بالقصور الكلوي الحاد هذا الشيء الكويس انه في 5 استطبابات للتحال بهيك حالة. المريض صار عنده فرط بوتاسيوم مع علامات تخطيطية مع عدم الاستجابة للمدرات او خافضات البوتاسيوم. في شيء اسمه الراتنجات لانه ممكن تفيد. اعتلال الدماغ اليوريميائي هذا استطباب اسعافي للتحال. التهاب التامور اليوريميائي كمان ممكن يعمل انصباب تامور، ممكن يعمل بعدها صدام تاموري ويتوفى المريض، فمباشرة بنعمل جلسة تحال. في شيء اسمه حماض استقلابي شديد. نعم. تمام. ومعند على العلاج الدوائي، فهذا استطباب تحال حقيقي. يعني هدول اللي بيصير عندهم تنفس سريع وعميق بالبطن نحن بنسميه طبيا تنفس كوسماول. الاستطباب الخامسة اللي هي وزمة الرئة، اللي هي للأسف أشع شيء أنا شفته بصراحة. إنه للأسف طبيب الكلى أحيانا خلاص المريض ما عنده إدرار، بيصر إنه السبب قبل كلوي وبيضل يعطي إيماها. والسبب ما بيكون قبل كلوي، مثلا بيكون سبب كلوي بيضل بيعطي إيماها، بيضل يعطي إيماها طبعا بدون المراقبة الجيدة. هلا دائما مريض القصور الكلوي بدون الإدرار دائما وأبدا لازم كل يوم لازم تعمل له إيكو أجوف أو مثلا تحسب له سي في بي، تتأكد المريض وصل للحالة الحجمية السوية. لأنه إذا كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، اعطيته سوائل اكثر من اللازم، بيصير في شيء اسمه طبعاً. فرط حمل، بيصير عنده وزمة رئة، ولا سمح الله ممكن يتوفى المريض حتى. فوت فهذا استطباب حقيقي للتحال. تماما. دكتور هلا والعلاج مثل ما قلنا علاج السبب مثل ما حكينا قبل كلوي بعد كلوي والكلوي دائما يعني اغلب الاحيان بنحتاج حسب المرض طبعا بنعالج. اغلب الاحيان بنحتاج للكورتيزون مع مثبطات المناعه اللي هو السيكلوفوسفامايد او السيكلوسبورين او التاكروريموس. الاسباب الانبوبيه عاده علاج عرضي لانه الانابيب بتتجدد لحالها. السبب الدوائي التهاب كلى خلايا طبعا ايقاف الدواء هو الاهم. خلال اسبوع اذا ما استجاب المريض على ايقاف الدواء ممكن نبلش بالكورتيزون 20 ملغ عاده او 1 ملي لكل كيلو. تحية للأخ زكريا عفرين، شكرا لرسائلكم الجميلة جدا يعني حقيقة مسرورين برسائلكم. دكتور، أرقام الكرياتينين الطبيعية، لا الواحد عم يسمعنا وعم يسأل إنه يا ترى في معايير معينة أو قيم مطلقة للحدود الطبيعية لمريض القصور الكلوي الحاد لمريض القصور الكلوي المزمن؟ لو هيك بشرح مبسط. هلا كارقام بدنا نحكي. انا دائما بالطب بقول الطب لا يساوي ارقام. ما في شيء اسمه يعني في شيء اسمه مريض قدامك. أيوة. انه طبعا الخاص بموضوع الكرياتينين دائما يتبع الحاله العضليه. تمام. يعني مريض ضخم كتله عضليه جيده ضخمه كرياتينين 1.4 انا ما بعتبره قصور كلوي حاد هذا. نعم. بينما نفس المريض نفس القيمة 1.4 لمريض هزيل ضعيف ما كتير طويل ما عنده كتلة عضلية كرياتين 1.4 هذا قصور كلوي قولا واحدا. تمام. مندور إذا حاد ولا مزمن. هذا في شيء تاني اسمه مثلا المرأة الحامل. هلا بالحمل ما بدنا نحكي بالآليات بس بيصير نعم. في شيء اسمه ارتفاع بقيم الجي اف ار مترافق بتزيد يعني. التصفية عند الحامل مثلا. بالتحاليل الدورية مثلا بيطلع عند المريضة كرياتينين 1.2 مثلا. هذا 1.2 عند مريضة حامل بالأشهر 3 أو 5 الأولى. نعم. هذا بيعتبر قصور كلوي. هذا معناها أنه كان كرياتينين قبل الحمل كان 1.7 أيوة. 1.8 لأنه صار في حمل صار في ارتفاع بقيم الجي اف ار فنزل على 1.2. فهي كمان ملاحظة بصراحة مشان انه ما نفوت بهي المشكله هي. نعم. طبعا بنراقب بنعمل لجنه مع طبيب الكليه مشان نراقب الحمل ونعرف ايمتى بنعمل الولاده. وطبعا بعدين بندرس موضوع القصور الكلوي المزمن غالبا بيكون مزمن لانه طالما ما في اعراض. نعم. انا نسيت السؤال بصراحه. تمام. انه موضوعنا كان موضوع انه الارقام الكرياتينين انتم ما هلا عاده الارقام الطبيعيه بتكون من 0.5 لل 1.3 1.2 او 3 عند الاناث لانه نعم. مثل ما قلنا الكتله العضليه بتكون سيئه شوي عندهم. نعم. عند الذكور 0.7 لل 1.4 طبعا ما لا مطلقه مثل ما قلنا. نعم. مريض كتلته عضليه سيئه وكرياتين 1.4 هذا رقم كتير كبير مثلا. نعم. فهذا بيعتبر قصور كلوي قولا واحدا. في شيء اسمه ترافق الكرياتينين مع اليوريا. هلا المريض كرياتينينه صار 2 دائما اليوريا هي 30 ضرب الكرياتينين. نعم. هلا باوروبا في شيء اسمه البي يو ان هو النيتروجين الداخلي. نعم. بسوريا ما في للاسف فبنعتمد على اليوريا. اليوريا هي 30 ضرب الكرياتين. يعني مريض كرياتينينه البولة الدمويه طبعا. الكرياتين مثلا اذا كانت 2 لازم تكون اليوريا 60 ل 70 مو اكثر من هيك. ارتفعت اكثر من هيك معناته اما المريض عنده نزف هضمي. أيوة. غالبا او مريض بيدلنا على تجفاف
مريض متجفف بشكل نعم. كتير كبير، لانه الكليه بتبلش تمتص اليوريا فبترتفع، عمل الكرياتين شوي بينطرح. آه، او المريض عم ياخذ التتراسكلين بيزيد اصطناع اليوريا بالكبد، او الستيرويدات بنفس الآلية. نعم. واحد من هالتشخيص ما في غيرهم يعني. نعم. فهي واحد من انه بنعتمد على ارقام مثلا. تمام. فدائما نحن بنقول مثلا لزملائنا اطباء بغير اختصاصات انه عم لاحظ دائما عم يقيسوا الكرياتينين بس. لا، ما في هيك شيء، لازم تقيس دائما اليوريا مع الكرياتينين مشان هي الحالات. تمام. يعني ببساطه اذا كان الكرياتين 2 واليوريا مثلا 100 120، هذا بيدلني على اسباب تانية. مثلا بيكون المريض عنده نزف هضمي وما له حاسه على حاله. صح. مثلا ممكن مثلا المريض هذا بيدلنا على تجفاف، بزيد ايماته مثلا. بتاكد اذا المريض عم ياخذ ستيرويدات ببساطه بس بوقف له الستيرويدات، لانه هدول بيطوروا اعتلال دماغي والكيميائي. فبس يعني ببساطه بوقف له الستيرويد وبيمشي حاله. لكل قاعدة شواذ. طبعا أكيد طبعا. دائما. دكتور، نختم لقائنا بنصائح لمستمعينا، سواء كانوا الأصحاء أو المرضى. هلا دائما النصيحه الاهم عند طبيب الكليه هو السوائل. تمام. الماء هو افضل علاج لكل شيء طبعا. تاني شغله والشغله الاهم دائما وابدا، وخاصه انه شفناها كتير بسوريا، هو الموضوع عدم مراقبه المرض المزمن اللي هو السبب الاشع لمريض القصور الكلوي، اللي هو الداء السكري. صح. مريض الداء السكري، هلا نحن الداء السكري له 3 انماط. الحامل نحن ما بغنى عنه، بيصير النمط الاول والثاني. النمط الاول عاده بيكتشف بسرعه. نحن بنقول دائما بعد 5 سنين من اكتشاف الداء السكري النمط الاول، كل 6 شهور لازم تعمل فحص البول، او تعمل بروتين على الكرياتين راشيو، او اذا في طبعا في شيء اسمه الميكرو البومين نحسبها لنعرف، ومع قيمه كرياتينين طبعا، ويفضل نعمل ايكو كليتين لنتاكد. مريض السكري النمط الثاني وهو الاشع دائما وابدا، هدول لازم بمجرد اكتشاف المرض لازم كل 6 شهور يعمل، لانه مريض السكري النمط الثاني غالبا بيكون غير عرضي. يعني بس نكتشف المرض غالبا بيكون عنده السكري من شي 5 سنين. احيانا بيجونا المريض عنده سكري وعنده قصور كلوي وما كان بيعرف انه معه سكري اصلا. نعم. يعني بيجينا المريض كرياتينينه مثلا 3، صح. بالتحاليل الروتينيه بيطلع سكره شي 500. للأسف. نساله معك سكري؟ لا، لا، معه ما سكري وما عم ياخذ ادويه. السكري النمط الثاني غالبا اذا ما عمل حماض حماض كيتوني مثلا، او خلوني، او اي اختلاط من اختلاطات السكري ممكن يكون صامت يعني، وبيؤدي لاعتلال الكلى السكري بشكل مفاجئ، وبيكون عنده اصابه عينيه ومو منتبه على حاله، او أكيد. مثلا بسبب الاهمال ما بيراجع حاله. فنصيحتي دائما وابدا عند المرضى السكريين او الضغط، كل 6 شهور لازم يراجعوا طبيب الكليه، او اقل شيء بيعملوا تحليل الكرياتينين، او فحص مع فحص البول طبعا. اذا طبيعي ما في داعي لشيء ثاني، اذا ما له طبيعي ضروري يعالج. مراجعة الطبيب. ومريض الداء السكري خاصه له 5 مراحل. المرحله الاولى والثانيه عكوسات، يعني فينا نعاكس الآلية. اما اذا وصل المريض للمرحله الثالثه الرابعه الخامسه، للاسف ما عاد فينا نعاكس الآلية. يعني خلص المريض بيفقد 1%، 1 ملي على الدقيقة من الجي اف ار كل شهر، يعني بالسنة 12 رقم كبير شوي. فخلال 5 سنين 6 سنين رح يوصل للتحال يعني. للأسف. فدائما بنقول يعني درهم وقاية خير من قطار علاج. فراقب حالك. وصلت لمرحلة الميكرو البومين، فينا نعالج الآلية مثلا بالايس انهبيترز او الاربس، ادوية الضغط بيمشي حاله. اما اذا وصل لمرحلة ثالثة للاسف ما عاد فينا. فأهم نصيحة بعد السوائل طبعا هي المراقبة الجيدة كل 6 شهور أو كل سنة مرة على القليلة للمرضى المزمنين اللي هن السكري، الضغط، الفاسكولايتس، أو مثل ما تفضل الدكتور وذكرنا يعني المرضى الكلية عديد كيسات، مرضى الألبورت مثلا، هدول دائما بدهم مراقبة. تماما. ألف شكر لكم دكتور خير الدين عبد الرحمن خليل على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. تسلم يا رب، وشكر كتير لكم على هالمقابلة الظريفة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن شكرا لك دكتور. تسلم يا رب. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر محمد ومروان. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.